بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبارك إن شاء الله حبيباتي، تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة بإذن الله. اليوم ريحة الخبز راهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ماذا حبيت نشارك معكم الوصفة اللي معتمدة عندي بخليط واحد الخليط ولا أروع سحري، يعتبر محسن طبيعي للخبز. هيا ملا جربت بعدة وصفات، قلت ليش لا نشاركه مع أخواتي، خلي الناس تستفاد. خليط نتاعنا هنا راح نوزنه بالميزان. هذه خلطة آسيوية يستعملوها الآسيويين اليابانيين والصينيين بزاف في الخبز نتاعهم. هذه الكمية نحيوها من الفرينة والحليب أو الماء السوائل اللي راح نخلطهم في العجين. نحيو 125 غرام تاع ماء ولا مليلتر مع 25 غرام نتاع فرينة. خلطوهم مع بعضهم بارد في بارد ونحطوهم على النار ونحرك حتى يثقل عندنا ونتحصلوا على كريمة. هنا أنا كنت وزنتهم فوق الميزان، يعني وزنت 125 مليلتر نتاع ماء و25 غرام نتاع فرينة. هنا باه تجينا الخلطة مضبوطة. اللي عنده ميزان يستعمل ميزان أحسن. في كل المخبوزات ولا الحلويات ما كانش كما القياس تاع الميزان، ما عندكش استعملي الأكواب المعيارية بالكوب، نص كوب ماء مع ملعقة كبيرة فرينة. نحرك الخليط تاعنا باستمرار باه ما يجيوناش هذوك التكتلات. هنا غير يختار لنا الخليط نبعدوه على النار باه ما تبخرش كمية تاع الماء. نروح نحضروا باقي المكونات. عندنا مغرفة كبيرة خميرة تاع الخبز، ملعقة ونص سكر، ملعقة ونص ملعقة كبيرة يعني مغرفة كبيرة ونص، والخليط نتاعنا الكريمي اللي كنا حضرناه، الخليط السحري اللي راح يخلي الخبز نتاعكم اقطن. هذا يعني كما نقولوا يعتبر يعني محسن طبيعي للخبز. راح نضيف نص كوب حليب دافي، ونضيف بيضة كبيرة. هنا عندي بيضة كبيرة، إذا عندكم بيضة صغير استعملوا البيض الصغير. وروحوا كما نقولوا كي تضيفوا الفرينة روحوا غير بشوي باه ما تغلبكمش الفرينة وتجيكم العجينة نتاعكم يابسة. راح نخلط هذه المكونات كامل مع بعضها، السوائل مع هذاك الخليط حتى يمتزجوا مليح. هنا اذا عندك البتران استعملي البتران، حطي المواد نتاعك كامل في البتران وعجني العجينه نتاعك، ماهيش راح تدي منك الوقت بزاف. هنا انا حبيت نديرها للبنات اللي ما عندهمش البتران، ندير لهم مباشره باليد باه تجيهم كما نقولوا الوصفه سهله وما يهابوش منها. ضفت 1 كوب تاع فرينه كما راكم تشوفوا، الكوب يهز 240 مليلتر. راح نضيف ملعقه صغيره ملح، ونكمل الكوب الثاني نتاع الفرينه. هنا البنات من فضلكم حبيباتي ما تضيفوش الفرينه مره واحده، انا ضفتها مره واحده على خاطر نجرب الفرينه نتاعي ونعرف المقدار المضبوط 100%. يعني الكاس الثاني تاع الفرينه روحوا فرغوه غير بشوي بشوي وانتم تجمعوا في المواد نتاعكم حتى تجمع عندكم عجينه طريه تلصق نوعا ما في الايد كما راكم تشوفوا. هنا راح نضيفوا الملعقه نتاع الزبده، كما راكم تشوفوا عندي ملعقه زبده معمره شويه، شغل جبل بصح ماشي معمره بزاف بزاف. الوقت هذا اللي راح نكونوا ندخلوا في الزبده في العجينه نتاعنا راح تتعجن عندنا العجينه وتولي رطبه، ونكونوا فيها ماده تاع الجلوتين. هذيك الماده تاع الجلوتين هي العلك اللي راح يخلي الخبز نتاعنا خفيف ريشه. البنات هنا الفرينه تاعكم اذا فيها العلك يعني الخبز تاعكم مضمون 100%. البنات اللي معايا هنا استعملت الفرينه تاع المخبوزات يعني تاع بريد فلاور. انا نشري الكيس الكبير من سامز، راني كنت حطيت من قبل الفيديو بينت فيه النوعيه تاع الكيس الاحمر اللي تقدري تستعمليها للمخبوزات. البنات تاع الجزائر راكم عارفين حبيباتي اللي مجربه فرينه نوعيه مليحه فيها العلك تستعملها. الوصفة بإذن الله ناجحة 1000%، ومجربتها مرات ومرات ومرات البنات، يعني ديروها وعينيكم ومغمضين. المهم نحند لك العجينة نتاعي مدة دقيقتين ولا 3 بالكثير حتى انت تجمع
كيما نقولوا هذيك الشكل نتاعنا من فوق تاع العجين كيما راكم تشوفوا هنا، يروحوا هذوك الخطوط وتولي العجينه نتاعنا رطبه وملسه. يعني عجينه سهله مهله وماهيش راح تدي لك من الوقت بزاف. عندك البتران كما قلت لك كملي ادلكيها حتى ترطب عندك مده دقيقتين ولا 3. من بعد راح نخليها ترتاح، نغطيها ببلاستيك وغطاء ونخليها غير في الكوزينه حتى تخمر وتتضاعف. بعد ما خمرت عندي العجينه كما راكم تشوفوا ما شاء الله، راح نفرخها كيما راهي فوق طاوله العمل ونبدا نقطعها. هنا هاد العجينه كيما راكم تشوفوها البنات دارت لي 16 حبه تاع خبز البرجر، حجم متوسط، ما هي صغير بزاف، ما هو ميني برجر وما هو حجم كبير. وانتم قطعوها على حساب واش حبيتوا الخبزات كبار ولا خبزات صغار. وهذه العجينه صالحه كما شفتوني راني درت نعتها لكم في الاول، يعني تقدروا ديروها حتى خبز الساندويتشات كما راح نشكل انا في الاخير وواحده صغيره. تشكيل نشكلوا الكويرات نتاوعنا مليح مليح. هنا غلقوهم البنات مليح مليح سورتو من الاسفل هكذا باه يجيوك الخبزات نتاوعك هنا خفاف ومفشفشين. بعد ما شكلناهم هكذا راح نغطيهم باه ما ينشفوش. انا هنا تحبي تخليهم كيما راهم في البلاطو نتاوعك، كيما تحبي تبسطيهم شويه ولا تسطحيهم شويه باه ما يجيوكش كيما نقولوا خشان بزاف ولا عاليين بزاف. هنا ولادي انا كنت نخليهم هكذا ينحيوا البابه كامل يرميوها، حتى وكان الخبز ريشه يعني ينحيوه. على هذيك نحب كيما نقولوا نحللهم شويه ولا نهبطهم شويه. المهم هاد الكويرات الربعه اللي بقاو درتهم في هذا المول نتاع الكيك وراح نديرهم كيما خبز التوست ميني توست، يجيو صغار هكذاك وخفاف وبهيين. بعد ما خمرت عندي الخبزات نتاوعي راح ندهنهم بيضه كامله مع قليل من الحليب، مغرفه ولا زوج نتاع حليب. هنا كيما راكم تشوفوا راهم خامرين، غير دهنهم غير بشويه البنات باه ما تهبط لكمش الخميره. والخبز نتاعكم دائما يكمل يخمر في الكوشه ولا الكويزينير. المهم رشيت هنا جنجلانيه، سينوج، زرعه الكتان وبذر الخشاش. هنا الفرن تاعي راهني سخنته على 200 درجه عنده تقريبا ربع ساعه. راح ندخل الخبيزات نتاوعي يطيبوا ويتحمروا مليح مليح، ومن بعد نروحوا نديروا الخبيزات نتاع الدجاج اللي راح نحشيو بهم البرجر نتاعنا. الخبيزات نتاع الدجاج راح نديرهم مع شويه نتاع بصل، نص حبه بصله، نص حبه فلفل حلو احمر، زوج سنات ثوم. نرحي الدجاج تاعنا في الروبو، نرحي البصله ونقطع الفلفل قطع صغار، ربيت الثوم هنا وقطعت المعدنوس. راح نضيف هذاك البيض اللي بقى لي من الدهن تاع الخبز اللي دهنا به الخبز وبقى لنا فيه ملعقتين تاع حليب. هنا راح يخلينا لي باتيت تاع الدجاج تاعنا ولا لي هذوك الخبيزات تاع الدجاج طريين مع زوج مغارف كبار شابلور، الملح، فلفل اسود وشويه كركم. هنا تحبوا تضيفوا اي كما نقولوا دواوات ولا بهارات اللي تحبوهم. الخضره ثاني تقدروا تضيفوا فلفل الوان اصفر احمر اللي عندكم اللي موجود. تقدروا تضيفوا زروديه مربيه ولا جريوات مربيه، تقدروا تضيفوا طرف تاع كما نقولوا باذنجان ثاني مربي. راح يخليكم الحشوه نتاعكم طريه والولاد نتاعكم راح ياكلوا الخضره بكل سهوله بلا ما يعرفوا واش راهي فيها الحشوه. نجيبوا نكوروا هذاك الدجاج نتاعنا هنا بالاستعانه بالماء. كما تعرفوا الزر تاع الدجاج يلصق في الايد، هنا خفيف ظريف نبلو ايدينا ونشكلوا الخبيزات نتاعنا. انا فرشت هنا قطعه نتاع بلاستيك فوق البلاطو نتاعي باه يسهل عليا كي نخلص نهز الحبات نتاعي بكل سهوله ما يلزقوليش في البلاطو. في مقله مع زوج مغارف كبار نتاع زيت راح نقلي ولا نشوي هذوك، نحمر هذوك الخبيزات نتاع الدجاج. هنا البنات المقله سخونه بزاف بزاف. نحط الخبزات ونقص النار نتاعي هنا باه نضمن باه يطيبوا من الداخل كيما يطيبوا من برا،
وبنفس الوقت كما نقولوا يبقاو محافظين على هذيك الطراوه نتاعهم، ما يبسوليش ليه. تشوفوا اللون تاعهم ما شاء الله. البنات ما تخليوهمش هنا كما نقولوا، ما تضغطوش عليهم ولا تعبزوا عليهم بهذيك السباتولا باه ما يخرجش السوائل تاعهم، هذيك السوائل اللي تخلي الدجاج تاعنا يبقى طري. نروحوا نحشيو الخبيزات نتاعنا كل واحد على حساب الموجود اللي عنده. انا هنا راح نستعمل الجبن هذا المربعات، راح نخليه في القاعده هنا ونخلي فوقه الخبيزات نتاع الدجاج، وهما سخونين راح يخليو هذاك الفرماج يذوب ويلصق في الخبز هكذا. كي نعطيهم الاولاد ما يطيحوا لهمش الدجاج من الخبز نتاعهم. الحشوه البنات تقدروا ديروا لي كروكيت تاع الكرنب، راني حطيتهم مسبقا في القناه، راح نخلي لكم الرابط نتاع الفيديو اسفل في صندوق الوصف. شرحت لكم الوصفة بأدق التفاصيل على جال البنات المبتدئات، إن شاء الله تكون وصلت المعلومة. الخبز بعد ما نطيبوه يبرد تماما، خصوصا للأخوات العاملات ولا اللي تحب تدير كمية كبيرة وتخبيها، صالح لمدة شهرين في الكونجيلاتور. البنات حطوه خليه يبرد وفي كيس بلاستيكي نغلقوا عليه مليح، كي تجبديه وكأنك هذا وين طيبتيه. خلصنا وصفة اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى مع وصفة أخرى بإذن الله.